ايه دول؟ دول يا سيدي فلوس اللبس اللي بابا بوظه. مش معايا غيرهم وما يجيبوش حتى ربع تمن الجيتار اللي انا عايزه. بس يعني مش هنبقى احنا الاتنين متعكنين، على الاقل واحد فينا يبقى تمام. انا ان شاء الله اجيب واحد قريب. كان عندك حق، انا سبتك لوحدك، المفروض كنت ابقى معاك. خليهم معاك. انجز بدل ما اغير رايي. ماشي، هقول لك ايه. انت رايح فين؟ اتفضل. ايه ده؟ تلاجة، افتح وشوف. ده موديل اجدد من اللي اتكسر على فكرة. يا ابن اللذينه، انت جبته ازاي ده؟ طلبته اونلاين، لسه جاي حالا. ما قعدت فكرت اكتشفت ان انت خسارتك اكبر من خسارتي بكتير. اقدر اشوف اخويا الكبير زعلان انك فضلت ساكت. لا ده احنا نجربه بقى. يلا. بسم الله. حلو قوي. جامد قوي. وطوا صوت التلفزيون شوية، خلي عندكم دم. I'll try. No promises. Thanks, sir. أختك فين؟ جوه. براحتها. بقول لك ايه، في حاجه غريبه حصلت عايزه احكيها لك. مش عاوزة أسمع مصايب. لا، مصايب ايه؟ مش مصايب. طب قولي. فاكره هيثم اللي كان معيد عندي في الجامعه وسافر دبي؟ طبعا فاكراه، ده اللي كان بيذاكر لك في النادي؟ اه. لقيت فجاه رقم دولي بيكلمني، ولقيته بيقول لي ان هو جاي مصر كمان 10 ايام وعايز يقابلني ضروري. مش عارفه عايزه ايه بصراحه. مش يمكن جايب لك شغل؟ يمكن. ابتدينا بقى، ما هيصدق. يا رمزي، بقول لك ايه، لو هتتكلم في أي حاجة تخص الشغل يبقى اقفل وما تكملش المكالمة أحسن. انت بتعملي كده ليه؟ شغل ايه بس اللي هكلمك فيه؟ انا عايزك في حاجة تانية خالص. قول. شقة ابوك الله يرحمه بتاعت المانيال جالها مشتري يا ستي. وحاطط رقم كويس؟ معقول. طب ابعت لي كل التفاصيل على الواتساب وهرد عليك. بس بقول لك ايه، ما تجيبش سيرة أي حاجة واحنا في الشغل. انت برضو؟ بقول لك ايه، البنات وحشوني. انت كمان وحشتهم. هشوف يوم كده ونتقابل فيه في النادي كلنا. ماشي يا نادية. ما تحرجنيش يا رمزي، دي آخر مرة هقولها لك. تعالى في مواعيدك واعمل شغلك وما تأثرش عشان ما اخدش معاك إجراء بجد. مين بقى جاب سيرة الشغل دلوقتي؟ انت صح، خلاص مش هقول كده تاني. وانا كمان عايز اقول حاجة مش هقولها تاني، ممكن؟ اتفضل. حسن اشطر واحد في الشركة، اسمعي منه وخدي خبرته، ده راجل كويس بجد. أنا عارفة إنه كويس، ما تقلقش عليه. يا سلام، احبك وانتي هادية كده وبتسمعي. طيب ممكن تقفل بقى عشان ورايا حاجات كتير. يلا باي باي. سلام. رايح فين؟ راح لسالي. طب يبقى سلم لي عليها. ماشي. هو انا يا ابني مش هشوف باباها تاني ولا ايه؟ احنا من ساعة ما خطبناها ما تقابلناش تاني. عادي يعني يا بابا، ايه المشكله؟ انت شايف كده؟ اه. في حاجه تاني؟ مش عارف، حاسس ان انت اللي مش عايز تعمل كده. هو ايه اللي مخليك حاسس بكده؟ انت عارف ليه؟ بابا انا ما بحبش طريقه الكلام دي. انت بتعمل كده ليه معايا؟ انا ما بعملش حاجه قصدها. هو ده شكل علاقتنا ببعض. ومين السبب فيها؟ مش انت؟
لازم امشي. خلي بالك من نفسك. اكيد جوعت يا ديشا. احنا اول ما نخش نسلق مكرونه وناكل مكرونه بالتونه عظيمه. لا ما جعتش، بس انا يعني تعبت من اللف شويه. لا يا حبيبي، مش معنى ان احنا ما لقيناش في اكاديميه ان احنا نيأس، لا، اكاديميه واثنين وثلاثه لحد ما نلاقي مكان. ديشا لا ييأس. يلا حبيبي. اخواتك شكلهم ما جوش لسه. بابا، هو انت هتجيب جيتار لطاهر مكان اللي اتكسر؟ جيتار في عينه. لا 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 يا حبيبي، مفيش جيتارات، ده هيشوفوا مني ايام. انا مش فاهم في ايه. هات كده جرب المفتاح ده يا بابا. استنى يا مصطفى. زعلك غالي يا غالي يا غالي، زعلك غالي يا غالي يا غالي، زعلك غالي يا غالي يا غالي، زعلك غالي يا غالي يا غالي. وعشان تعرف انك غالي علقي على نفسه كسر تحوشته وقرر يعزمنا ودفع حساب الأكل الغالي. يا غالي يا غالي يا غالي، 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 يا غالي يا غالي يا غالي. يلا بقى. يا غالي